في حاجه اسمها بايرتس فانل، فهو بيبتدي اكوزيشن، اكتيفيشن، ريفينيو، ريتنشن، ريفيرال. فده البايرتس فانل اللي احنا كلنا عارفين تقليدي. ففي اول ستيج بتاعت الاكوزيشن مهم جدا ان احنا نسال نفسنا هو العميل بتاعي هيلاقيني ازاي، هيلاقيني فين، يعني المفروض يشوفني فين، المفروض يشوفني على تيك توك ولا في بالبورد تحت في الشارع في الطريق، ولا يشوفني على التلفزيون ولا يسمعني في الراديو، المفروض اكون موجود فين عشان اجيب العميل بتاعي. تاني حاجه في الاكتيفيشن هو محتاج يجرب قد ايه. لو انا ببيع حاجه مثلا مدفوعه لازم اديله الاول تيست مثلا او فري ترايل في الاول. لو انا ببيع حاجه اونلاين فهو محتاج يجرب لمده قد ايه، يعني اديله الفري ترايل ده اسبوع ولا 14 يوم. في الحته بتاعت الريفينيو مهم ان انا ابقى عارف انا بعمل فلوس ازاي. هل الموديل بتاعي قايم على السبسكريبشن، انا باخد منه فلوس بشكل شهري، ولا هي وان تايم بيمنت، ولا انستولمنتس، ولا هو خلاص بيباي از هي جو، حاجه مثلا زي لافابل، ولا حاجات اللي هي معتمده على الكريدت كونسامشن في الاستخدام بتاعك. انا كل ما بستخدم حاجه معينه فخلاص بدفع فلوسها، والفلوس بقى اللي انا عملتها دي هي بتتكرر بشكل عامل ازاي. الراجل اللي بيشتري مني ده بيرجع يشتري مني تاني ولا لا. الترند الجديد ان الفانل دي اتقلبت، فدلوقتي بدل ما احنا كنا بادئين بالاكيوزيشن احنا هنبتدي بالريتنشن، هنقلب الفانل. احنا هنبتدي ريتنشن، اكتيفيشن، ريفينيو، ريفيرال، بعد كده اكيوزيشن، ونرجع تاني من الاول. ليه بنعمل كده؟ عشان في ناس كتير على الاقل من اللي انا شفتهم بيبقى عندهم عملاء كتير جدا، عندهم فولورز كتير جدا، عندهم ناس كتير دخلت جربت، مش عارفين يعملوا منهم فلوس.